السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم شريف. أرجو دعمي بشير ولايك وسبسكرايب ونفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وعندك لينك الفيسبوك في أول كومنت، خش اعمل لي فولو شير عشان الفيديو يوصل لكل الناس ونواجه إعلام الزملكاوي المنحاز وأي حاجة منحازة ضد النادي الأهلي. احتفلنا، قلنا كلام كتير، كل اللي حب يقول حاجة قالها. الناس احتفلت والناس قعدت تقول هو ده النادي الأهلي، ده طبيعة النادي الأهلي إنه يكسب، كده كده كنا متوقعين، واللي عنده حاجة قالها. تعالوا بقى نتكلم في الجديد منه واللي محدش قبل كده سمعه. مبدئيا انا اكتشفت الموضوع عند النادي الاهلي طبع. النادي الاهلي عنده طبع. ايه هو الطبع؟ انه هو يكسب كل ماتشاته، ما عندوش ماتش صعب وماتش سهل. شفنا 13 انتصار للاهلي متتالي، ال 13 ماتش يتلعبوا كانهم نهائيات. الاهلي ما فرقش ما بين لعبه في الداخليه، ما بين لعبه مع الداخليه وطلائع الجيش وبيراميدز، ما فرقش ما بين كله. هو لعب كل ماتش زي اي ماتش. وده يقول لك ان النادي الاهلي يعني عنده مبادئ كده، اللي هو ايه، انا هكسب كده كده هكسب. طيب، نادي الاهلي امبارح فاجئنا. مش هقول لك بالمكسب لان كده كده ده شيء متوقع، انا مش هكلمك فيه، انا هكلمك في الحاجات اللي جوه الماتش. مبدئيا انا هكلمك عن خالد عبد الفتاح وكريم فؤاد. الاتنين دول بقدرة قادر بقوا نجوم. الاتنين دول بقدرة قادر بقوا هما اللي شايلين ظهر النادي الاهلي ودفاعات النادي الاهلي. كنت شايف حاجه يعني في الماتش انا ما كنتش فاهمها. يعني انا كنت شايف هاني على دكه الاحتياطي، وشايف كريم فؤاد، وشايف خالد عبد الفتاح. كنت بسال نفسي طب هو ليه هاني ما ينزلش؟ اكتشفت حاجه بقى، هو المفروض ينزل مكان خالد عبد الفتاح. اللي اكتشفته ان هاني، وده بقى يعني ان دل على شيء، ان دل ان المدرب عنده دماغه بيفكر. مش هو هاني انزل يلعب يلا، لا، هو في خطه. طب الخطه ايه؟ اولا هاني، عشان انا سمعت هاري ناس تقول لك اصله مش جاهز عشان الجواز ومش عارف ايه. لو مش جاهز عشان الجواز ما كانش جه مبدئيا يعني. بس نادي الاهلي كل اي لعيب بيلعب في الماتش قاعد على الدكه في اي حاجه هو جاهز. هو انت حطه في ارض الملعب وهو هياكل النجيله. بس اكتشفت او فهمت ان كولر كان بيدور على الاداء الدفاعي اكتر من الاداء الهجومي. هتقول لي وده معناته ايه؟ معناه سعادتك ان هاني ادواره الهجوميه ودوره قدام ازيد بكتير من ادواره الدفاعيه. يعني مثلا انت ممكن تشوف هاني بيبقى في مكانه اللي هو باك رايت، بس دايما برضو بيطلع قدام، بيفرد قدام كده مع خط الوسط والهجوم. خالد عبد الفتاح لا، خالد عبد الفتاح كان دوره الدفاعي كبير. شفنا اداؤه في الملعب، شفنا ان هو حيطه صد ما حدش عارف يعدي منه. فشفنا اداء هايل لخالد عبد الفتاح، وده يطمنك على دفاع النادي الاهلي وخط الدفاع بتاع النادي الاهلي كامل. طيب، كريم فؤاد انا اعتراضي عليه ان هو رجله مش حلو. يعني انا ده وجهة نظري، تختلف تتفق معايا، ولكن هو رجله في الارض مش حلو. بيشوط كتير، الكور بتاعته يعني بقدر كبير جدا هي مش بتوصل بالشكل الصحيح. شوفنا امبارح مس باص قوي، وشوفنا عامه ارتباك في رجل كريم فؤاد. بس ده هل يمنع انه كان بيقوم بدور مميز؟ لا طبعا، كل لعيبه الاهلي امبارح كانت بتقوم بدور مميز. ولا انسى دور حسين الشحات امبارح. شفنا منه نسخه كريستيانو رونالدو 2015 2016. يعني شفنا حاجه كده اللي هي ايه، مش بتتشاف كتير. شفنا ان هو بيجيب ضربة جزاء، شفنا ان هو بيساهم بيروح مش يعني هو المفروض مكانه على الشمال، بيروح يمين وبيجي من تحت وبيدي اوفرات وليله. فاحنا امبارح شفنا حسين الشحات في نسخة مش مكررة، نسخة ما بتتشافش كتير. وده يعني ياكد لك على اصرار النادي الاهلي. احنا قلنا بقى ايه، حسين الشحات والشيبي ومش عارف ايه وبتاع والتوتر وبتاع. شفنا حسين الشحات مركز في الكوره، شفنا حسين الشحات ما بيركزش في حاجه غير الكوره قدامه هياخدها ويروح بيها جول. اكرم توفيق امبارح كان راجل،
كنا مفتقدين اداء السوليه في نص الملعب. حصل امام عاشور كان دوره يعني مش قوي، ولكن برضه ساهم. قفشه واللي نزل، وخلي بالكم في ناس كده ما خدتش بالها من النقطه دي، اللي هي ايه بقى؟ قفشه نزل مكان امام عاشور وجاب جون. الجون ده يعني قعد يضحكني جدا، لان انا اصلا كنت بقول قبلها بشويه يعني معلش يا كولر انت منزل قفشه ليه؟ هو انت عندك قناعه انه هينزل يجيب القضيه؟ ممكن. كسفني وجابها. كسفني وجاب القضيه، نفس الدقيقه بنفس المكان بنفس الرجل في نفس الزاويه، ما شاء الله عليه. قفشه ما بيجليش، ويوم الجمعه يعني. وبقول لك ايه، لا الزمالك لعب ولا جه ولا هو اصلا بينافس، وسبحان الله انجرت رجله برضه. انا ما اعرفش ايه كيفك يا قفشه في انك تفكرهم بالموضوع ده وترش على جرحهم كولونيا. انا مش فاهم يعني، حاجه غريبه. فالموضوع ده كان ضحكني. نرجع بس لاصل الموضوع. كان في حصل طبعا قفشه لما طلع مع ابراهيم فايق ان هو كان بيقول كلام، والناس في ناس فهمته غلط، في ناس خدت الكلام على مزاجها وقعدوا يقولوا قفشه غلط ومش عارف بيضرب في امام عاشور زميله وي وي وي. امبارح لحظه احتفاليه امام عاشور مع قفشه وان هو شاله واحتفل بيه كانت تخرس كل الالسنه، اللي هو انا هو اخوات محدش له دعوه. حاجه في منتهى الجمال، حاجه بتؤكد على كم التناسق والتوافق ما بين لعيبه النادي الاهلي. مهما كان عندك مشكله ابدا عمرك ما تطلعها في ارض الملعب. زميلك كان سبب في انه يجيب جون يكسبك الماتش، طبعا طبعا قطعا لازم نحتفل معاه ولازم نحتفل بيه. شفنا اللعيبه امبارح وهي بتحضنه، وانا من وجهه نظري لعيبه كانت بتحضن قفشه لانه ما خدش حقه كاملا في الماتش، لانه كان لازم ينزل في الماتش من البدايه. ولكن نظره المدرب عنده وجهه نظر، فقعدوا يحضنوه يطيبوا خاطره يبسطوا معاه ويحتفلوا بيه وكانه هو فعلا اللي كان سبب في الماتش ومكسب الماتش. دي حاجه لازم نحطها في الاعتبار، وان قفشه مركزه مهم وهو ضلع اساسي من ضلوع فريق النادي الاهلي لكره القدم. طيب بخصوص قفشه، انا سمعت ان هو جاي له عرض خليجي، تمام، ولسه ما فيش كلام مؤكد، بس سمعت ان في عرض. العرض ده احنا قبل كده اتكلمنا وقلنا ان النادي الاهلي مش بيعترف باي حاجه غير رسميه. بمعنى ايه غير رسميه؟ يعني حضرتك وكيل لاعب او وكيل نادي معين جاي عايز تتعاقد مع لاعب، حضرتك بتيجي موافقه اللاعب شخصيا، اللاعب ده موافق ان هو يحترف او يخوض الاحتراف، اهلا وسهلا نيجي نقعد ونحدد. وطبعا نسيت نقطه، ان هو يكون مش اقل من الحد الادنى اللي النادي الاهلي حدده. فكل الشروط متوفره، هيبقى عرض رسمي لمحمد مجدي قفشه وان هو يخوض تجربه الاحتراف. لكن لحد دلوقتي مفيش كلام مؤكد، مفيش اي حاجه، مفيش اي عرض رسمي مؤكد او بيان رسمي طلع من النادي الاهلي يقول ان في عرض لقفشه. وفي كل الاحوال بنتمنى كل الخير لقفشه لو هيمشي. بنتمنى كل الخير لاي لعيب بيفكر ان هو يشوف مستقبله ويحترف. طيب ده بالنسبه لاداء السحري لعيبه النادي الاهلي ودماغ كولر. امبارح الماتش كان يضايق، الماتش كان موتر، بس الواحد لما بيهدى ويشوف التفاصيل من بره الموضوع بيختلف. تعالوا بقى نخش في سكه الحكام. معلش قبل بس ما نخش في موضوع الحكام عمر كمال عبد الواحد النهارده خرج بألف سلامه. بنتمنى له الرجوع لارض الملعب سريعا. كنا امبارح هنفتقده. خلي بالكم عمر كمال عبد الواحد كان سبب في وجود خالد عبد الفتاح في الملعب. يعني خالد عبد الفتاح يعني كولر استدعاه قبل الماتش حوالي كام ساعه، فده كان سبب انه خالد عبد الفتاح يتواجد ويؤدي الاداء ده. شوف ربك لما يلي. بس عامه عمر كمال عبد الواحد تغيب ليه عن الماتش، وايه اسباب النزله المعنويه اللي جات له؟ طبعا زي ما قلت الف سلامه عليه. طب ايه اسبابها؟ مبدئيا مفيش اسباب محدده للنزله المعنويه. يقول لك الاكل، في ناس كتير قعدت تقول الاكل والنادي الاهلي ما اكله مش نظيف ومش عارف ايه وبتاع. طبعا الكلام ده اي كلام، لان كل اللعيبه كانت نفس الاكل، كل اللعيبه مفيش حاجه حصلت يعني. فطيب ايه؟ انا قريت كده وفي ناس خبراء قالوا كده ان ممكن تكون اسباب النزله المعنويه ضغط نفسي. احمد رفعت كان مرتبط ارتباط
كبير بلعيبه النادي الاهلي ولاعيبه الدوري المصري عامه. هو كان شخص محترم، كل الناس بتحبه، ربنا يغفر له ويرحمه ويصبر اهله. طيب تعالوا بقى نخش في نقطه الحكام، النقطه اللي قتلتني ضحك بصراحه. مبدئيا الحكام دول، انا سمعت خبير حكام وخبير حكام اخر واعلاميين كتير بيتكلموا في نقطه ان الحكم الاسباني ده غلطاته قاتله وعنده مشاكل كتير. وسمعت برضو في ناس بتشيد بيه، وده حكم في ماتش مش عارف اتلتيكو، مش عارف ريال مدريد ولا مش فاكر ايه يعني. المهم يعني ان هو حكم ماتشات كبيره. ده مش معناه خالص ولا ده معيار يخليه يقود ماتش زي الماتش ده، لان الماتش كان فيه غلطات شنيعه. يعني مثلا شفنا الشيبي وهو رايح يضرب طاهر وساب الكرة وراح يضرب طاهر، والله هو راح يضربه. يعني انا شفت المشهد كده في الشاشه، ساب الكرة والشيبي باصص للكرة وراح لطاهر، قام ضربه وجري. لا وسع يا من هنا، انا الكرة دي تخصني. ده حركه شوفنا استكمال من حكم المباراه او اشاره الاستكمال من حكم المباراه. فانا اللي هو يعني معلش انا قلت لفظ خارج ما ينفعش يتقال. اللي هو ايه يا عم، في ايه مفوق؟ انت ضارب حاجه قبل ما تنزل. شوفنا طبعا غلطات تانية. يعني مثلا عشان بس ما تقولوش يا عم انت طالع تقول كلام على بيراميدز بس، لا وضربه الجزاء بتاعت الشحات، في ناس كتيره جدا طلعت قالت لك ايه، لا ده الشحات ما اتاخدتش رجله اصلا. وفي ناس قالت لك لا ده الشحات اتاخدت رجله. اختلف يقيل وقال. الحكم كان المفروض يشوف الايه، الفار، بس ما شافش الفار. لو كان شاف الفار الله اعلم. طب هل الفار اصلا كان ليه وجود؟ ولا شفناه، ولا شفنا القائمين على تقنيه الفار مين، احنا ما نعرفش كان وجودهم بايه، ما نعرفش. حسين الشحات امبارح والله العظيم خد بالستارز في وشه، بالستارز في وشه. الحكم قال له كمل عادي. امام عاشور دي ضربه جزاء وعادي. لما اتخبطوا في بعض والركبه جت في الركبه وشدوا بعض من فوق وقصه كده. فامبارح شفنا مناظر وشفنا غلطات شنيعه. طب واحد هيقول لي ايه يا عم، مش دي حكام اجانب واللي انتوا كنتوا عاوزينهم؟ اقول لك مش معنى ان احنا كنا عاوزينهم فنسترخص. مبدئيا احنا عارفين ان كل الحكام دلوقتي في يا اما الكوبا امريكا يا اما اليورو. كل الحكام الجامدين اللي انت ممكن تعتمد عليهم في المسابقات دي. طيب هل انت دلوقتي مش هتعرف تعتمد عليهم ليه؟ لان هم مش فاضيين، اللي في اجازته واللي خلص وسافر واللي حاليا لسه ما دخلش اعداد عشان الموسم الجديد، فكله في اجازات. فانت مضطر ان انت تستعين بحكام بالمستوى ده. كنت تستعين بحكام مصريين. احنا في الحكام المصريين بنشوف غلطات بس مش غلطات زي دي. عامة ده كان يعني نبذة عن الفضايح اللي حصلت في ماتش امبارح تحكيميا. طب تعود على مسؤولية مين؟ تحكيم طبعا. انا مش هلقي اللوم على حد واقول دول بسبب دول، لا خالص. طب هل النادي الاهلي هيبحث عن حقه في استضافة حكام اجانب جداد في ماتش الاهلي وبيراميدز اللي جاي يوم 22؟ الله اعلم. بدل الحكام اللي جم يتفسحوا ومشيوا دول، الله اعلم. عامة الايام جاية وهنشوف. في حاجة أنا كنت عايز أتكلم فيها مهمة جدا بخصوص تكافؤ الفرص، والناس اللي كانت بتتكلم في موضوع تكافؤ الفرص وإن النادي الأهلي ما بيلعبش مش عارف إيه مع مع فرق الدور الأول بدل ما يلعبنا لازم تكافؤ الفرص ومش عارف إيه بتاع. أنا بس عايز أقفش الناس بتوع تكافؤ الفرص دول وأسألهم سؤال واحد بس. إيه رأي معاليك حاليا في اليودار بما يخص ان بيراميدز هيريح 10 ايام كاملين الى حين ماتش الاهلي وبيراميدز يوم 22؟ يعني هو رايح من يوم 12 يوم 22. ايه رأي معاليك في ده؟ حد يقول لي ايه تعليقك في حاجه زي كده؟ هتقول لي عادي، ما هي ماتشاتك ودي مؤجلاتك ولازم تلعبها. اقول لك الله ينور عليك، هو ده بالظبط الصح. ما شفناش النادي الاهلي اعترض وقال وليه ياخدوا 10 ايام يا عم، ده احنا مسحولين. ليه ما قلناش هم ايه ده، هم قاعدين منفخدين ليه؟ طب ما احنا كده نقعد ونفخد. لا بعد اذنك انا عايز اريح زيهم.
معلش اجل لي بقى الكام ماتش دول لحد ما ماتش بيراميدز يتلعب. ما قلناش الكلام ده ليه؟ لان احنا في جدول محطوط، احنا ملتزمين بالجدول، ملتزمين بالماتشات، ملتزمين بالمؤجلات، يعني بنشوف اللي علينا وبنعمله. ما تجيش بقى نادي ملوش 3 لازمه ايا يكن هو يقول لك اصل مع عدم تكافؤ الفرص. يا باشا ده هو ده عدم تكافؤ الفرص يعني بعينه، بس احنا ما بنقولش كده ليه؟ لانه هو خلاص انت عليك ماتشات ولازم تتلعب، ما ينفعش ما نلعبهاش. بس هل النادي الاهلي اعترض؟ لا. هل في حد في اداره النادي الاهلي ولا نفر في النادي الاهلي قال لك ده ينفع ان هم يروحوا 10 ايام وانا اتسحل؟ محدش قال حاجه زي كده. ف يعني يا ريت النادي الاهلي يتخذ كمثال وكنموذج يحتذى به للانديه المحترمه اللي عايزه تبقى محترمه، بخصوص نادي الزمالك. نادي الزمالك اللي يعني اظن ان انتوا شفتوا معنى او قيمه نادي بيراميدز في الماتش. نادي بيراميدز اللي خلاص بقى مكانكم، اللي يستحق يكون مكانكم، اللي لازم يكون في المركز الثاني يستحق يكون فيه، او ده النادي اللي لازم فعلا يكون مركز تاني تحت النادي الاهلي على طول. مش انتوا خلاص، انتوا كده بقيتوا بره الصوره. لا مستواكوا يقبل ان انتوا تلعبوا مع النادي الاهلي في المستوى ده. ده نادي الاهلي لاعب مين؟ ده لاعب ببدله، ده لا لعب بهاني ولا علي معلول ولا بقفشه ولا بكهربا ولا باي حاجه. تقول لي يا عم كهربا هو وسام ابو علي مقصر؟ لا، وسام ابو علي ده من كوكب اخر مش هنتكلم عنه، بس انا بكلمك في الناس اللي هي ممكن تعمل لك قلق. انت ما لعبش بيهم. ده غير بقى الغيابات التانية. لعب ببدله قدام نادي بيراميدز اللي هو اقوى نادي في الايه في الدوري بحسب الجدول، واقوى نادي في الدوري هو المتصدر. اهو ده حال بيراميدز قدام النادي الاهلي، لا كان عارف ياكل ولا يشرب معانا. هي فرصه راح بيع الجون، جاب الجون وشكرا، ما شفناش بيراميدز تاني. واصلا الجون اوف سايد، يلا هو بقى اوف سايد. بس هنقول ايه؟ التحكيم بقى. فهل انت كنادي زمالك قادر على مواجهه النادي الاهلي حاليا؟ لا، مش هيحصل. طب انتوا ايه وضعكم بقى في ماتش السوبر الافريقي؟ مفاجاه. هي دي بقى ما ينفعش فيها انسحاب. مشكله. لا انت مستواك يأهلك انك تلعب مع نادي الاهلي، ولا انت مستواك يأهلك انك تلعب مع نادي زي نادي بيراميدز. ونادي بيراميدز هو نادي يستحق ان يكون مركز تاني. اي نعم هو نادي كل ماتشاته فيها استهانه، كل ماتشاته سهله، كل ماتشاته ما فيهاش نوع من الجديه، واول ما لقى ماتش فيه جديه وماتش جامد قدام فرقه كبيره الوضع اتقلب. شفنا مستوى تاني البيراميدز ما شفناهوش في الدوري. هتقولي يعني ايه مستوى مختلف؟ يعني انت دايما تشوف ان الفرقه اللي تنزل قدام نادي بيراميدز دايما بتؤدي دور دفاعي، مفيش اداء هجومي. مفيش اداء ايه؟ هجومي. امبارح شفنا نديه صعبه قوي من النادي الاهلي، خدت النادي بيراميدز ودخلت بيت جون وقطعت الشبكه. فمن الاخر ودي كانت القصه وما فيها، ودي كانت كواليس الماتش. احنا ما اتكلمناش في احداث الماتش، بنتكلم بس في الايه، في اللي بره، الاطراف، الحاجات اللي حصلت من بره اللي محدش يعرفها. فكره انا ليه ما قعدتش اهلل واقول نادي الاهلي كده كده كان هيفوز، لان احنا واثقين في لعيبتنا، واثقين في جهاز كره القدم، واثقين في مجلس الاداره، واثقين في كل حاجه. واللي واثق في ربنا ما يقلقش من حد. اشكركم جدا واتمنى تكون الرساله وصلت. السلام عليكم.